حبايب قلب ام امل، بصوا بقى هعمل حبه حاجه حلوه كده. انا بالنسبه لي يعني هي اكله وحاجه حلوه. مخروطه، دي مخروطه جايالي من فسيخ الهوانم، سخنتها. هي ايه، كانت بعتلي كيس مخروطه كده. تمام، انا سخنتها على مصفى زي ما انا بعملها، حطيتها على بخار كده وسخنتها. هحط لها بقى سمنه بلدي كده، ودي الاكله الحلوه اللي ايه، اقعد انا كده والعيال في السهره كده بقى عشان ايه ناكلها مع بعض. دي مخروطه فسيخ الهوانم، بصراحه شكلها جميل قوي. اكمل ومعاكم. حطيت هنا كده كام معلقه سمنه بلدي كده حلوين، هدعكهم كده بالسمنه كده في بعضيهم وارجع اصور. بصوا بقى حبايب قلب ام امل، دي مخروطه بعتتها لي فسيخ الهوانم، بصراحه شكلها جميل. حطيت لها انا السمنه البلدي وعملتها كده، وهاكل منها كده. اللي عايز ياكل بلبن ياكل، واللي عايز ياكل بعسل ياكل. انا بالنسبه لي هاكل منها بالعسل، يعني المفروض تتاكل بشوكه. تمام، دي تسلم ايديها. دي احلى مخروطه من فسيخ الهوانم، بصراحه عجبتني، جميله جدا، وتسلم ايديها بصراحه، تسلم ايديكي. بصوا، وادي امل. معلش بقى امي ما عندهاش كسرولة، حطيت في اسمها كسرولة في الكنكه، مالها الكنكه؟ في حد مصري ما عندوش كنكه؟ الراعي الرسمي للشعب المصري. طبعا طبعا. امل دي ما تفوتهاش الاكله دي ابدا. بس انا بحبها بالاوتيكيت بقى يا جماعه، ده الاوتيكيت هنحط لها حبه لبن بس، ماشي. طبعا الحاجات ديت عينات، طبعا دي ما تسدش الكلام عندنا كان خالص، تمام فاهمين. انا بحبها. ايه رايك؟ بس قولي لي ايه رايك في مخروطتها. على فكره دي في ناس بتسميها مخروطه، في ناس بتسميها ادوسيه، في ناس بتسميها كانت مسلوقه. انا بعملها كمان على فكره، اكتبوا لنا في التعليقات، ما بقتش قادره. كل واحد في بلده بيسميها ايه. ايوه اكتبوا لي بقى، وعايزه شير ولايك ليها. وبصراحه انا دوقتها وفتلتها كده رفيعه، عجبتني. بما ان انا بعملها فانا عارفه دي وحشه ولا حلوه. حلوه قوي، جميله صح؟ استني كده في قلبي. يا دي النيله على قلبك، ده انا خايفه على قلبك اللي نفذ الناحيه الثانيه ده. حلوه قوي قوي قوي. تسلم ايدك. تسلم ايديك يا حبيبه قلبي.